الكلام بصيغة الشرط كنت ممكن أعمل، كنت هعمل، ده معناه إنك ما عملتش. الوجود ما بيمشيش بصيغة الشرط، الوجود بيمشي بصيغة الخبر. الواقع الوحيد اللي ليه قيمة هو واقع أفعالنا الفعلية، مش اختياراتنا الافتراضية، مش أفعالنا المتخيلة، مش ماهيتنا المفترضة. انتوا عارفين كلنا بنقابل في حياتنا ناس متخصصة في فن الكلام عن اللي كانوا هيعملوه لو اتحطوا في موقف معين. أنا لو كان حصل معايا كذا كنت عملت كذا، ولو حد كلمني بالطريقة دي كنت رديت بالطريقة الفلانية. وبعدين لما الموقف يحصل بجد ما نلاقيش حد. في المقابل في ناس ما بتقولش حاجة وبيبانوا ضعاف علشان ما بيسبقوش الأحداث. لكن عدم التقدم ده معناه إنهم ما بيخوضوش موقف افتراضي، لأن الموقف ملوش معنى غير وهو واقعي. والناس دي ساعة الحقيقة بتعمل. اللي بيقوله سارتر لنا هنا إن في فرق بين الهوية اللي بنمنحها لنفسنا، اللي بنخلط بينها وبين ماهيتنا، لكنها في الحقيقة مجرد صورة بنقدمها عن نفسنا، وفي واقع تاني وهو واقع اختياراتنا وأفعالنا الملموسة، وده الواقع الوحيد اللي ليه قيمة. وبعد اللفة الطويلة دي في الوجودية نقدر دلوقتي نرجع لبودلير. بودلير عند سارتر هو المثال النموذجي على النزعة الجوهرانية. يعني إيه؟ يعني إنه شكل لنفسه ماهية، صنع لنفسه صورة، وبقى سجين الصورة دي، سجين بإرادته. والصورة دي هي صورة الشاعر الملعون. طيب لما نقول عن شخص إنه ملعون ده معناه إيه؟ معناه إن القدر أو الكون أو ربنا أيا كان، لكن قوة أعلى حكمت عليه يعيش الحياة اللي عاشها، حياة شقاء. كلمة ملعون لغويا معناها مضروب بلعنة، واللعنة معناها كلمة غضب إلهي. يعني الملعون هو اللي ربنا نبذه زي إبليس. وبودلير في شعره كله وحتى في مراسلاته الخاصة، وسارتر فتش في مراسلاته كلها خصوصا الرسائل اللي كتبها لأمه أكتر من 300 رسالة، بودلير حافظ دايما على صورة الشاعر الملعون، الشاعر اللي اللعنة نزلت عليه. بيحكي عن تخلي أمه عنه لما اتجوزت تاني، حادثة أثرت فيه بشدة، وسماها بعض الشارحين الشرخ الأصلي عند بودلير. وبيحكي طبعا عن مرضه الزهري اللي أصيب بيه وهو عنده 18 سنة ومات بسببه وهو عنده 46 سنة. وبيحكي عن قلقه النفسي، عن الملل، عن الكآبة، وقبل كل شيء عن وحدته. واللي لاحظه سارتر إن بودلير من بدري جدا كان بيتكلم عن وحدته كقدر. كتب: إحساس بالوحدة منذ طفولتي، إحساس بمصير أبدي من العزلة. وده عند سارتر كاشف جدا، كاشف لأن استدعاء القدر هو استدعاء قوة ما ينفعش تقاومها، يعني قوة بتسلبك حريتك. لو في قدر يبقى أنا مش حر، أنا ضحية أبدية. طيب يعني إيه قدر؟ القدر هو إن كل اللي بتعمله، وخصوصا كل اللي بتعمله علشان تهرب من قدرك، ما بيعملش غير إنه يسرعه. القدر هو إنك تصنع اللي كنت بتحاول تهرب منه.